ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل الفراخ بطريقه سهله ولذيذه وهتعجبكم قوي. محتاجين كيلو صدور فراخ، هنقطعها مكعبات كبيره شويه بالشكل ده. طبعا غسلناها كويس الاول. بصله كبيره متقطعه مكعبات برضو، بيضه واحده. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل، توم باودر وبصل باودر وزعتر وبابريكا، كل حاجه معلقه صغيره، معلقه سكر ومعلقه عصير ليمون كبيره، كوبايه دقيق ونص كوبايه نشا ونص كوبايه كاتشب، وتوم مقطعينه ترانشات، وصويا صوص، والعصيان اللي هنستخدمها طبعا دي. قلبنا التوابل على بعض كده وبعدين حطيناها على الفراخ، وحطيت عليهم معلقتين صويا صوص ومعلقه عصير الليمون ومعلقه السكر، وقلبنا بقى كل ده كده مع الفراخ كويس، وركنتها نص ساعه في التلاجة. غطيها واركنيها نص ساعه. بعد كده طلعناها، حطيت عليها البصل، مكعبات البصل، وركنتها 10 دقايق تاني. الدقيق بقى هحط عليه النشا، وهحط عليه توم باودر وبصل باودر وبابريكا وملح، كل حاجه معلقه صغيره، والبيضه، والميه بقى للعجنه هحط شويه بشويه لحد ما الاقي الخليط بقى السمك اللي انا محتاجاه. هتحطي وتقلبي كويس، ما يبقاش فيه اي حاجه متكتله فيه لحد ما نوصل لكده. هنركنه 10 دقايق برضو. العصيان بتاعتي لقيتها كبيره شويه فقسمتها بالنص كده. بعد كده بقى جبنا الفراخ والبصل، هندخلها بالطريقه دي. هنعمل الكميه كلها اللي عندنا. طبعا الكميه دي بتاعتك حسب عدد افراد اسرتك بقى تعملي. هننزلها بقى في الخليط بتاع البيض والدقيق كده، نعملها كلها الاول، وبعدين بقى طاسه على النار فيها زيت. بعد ما يسخن قوي هحط فيه الفراخ، وهتقلبي لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. انا هنا بشوفها استوت ولا لا، وتطلعيها بقى. بعد ما نطلع بقى ونعمل الكميه كلها، هحط طاسه فيها معلقه زيت ومعلقه زبده، وهحط الثوم اللي عندي اللي مقطعين ترانشات ده دقيقه واحده كده ياخد لون اصفر فاتح، وبعدين هحط نص كوبايه الكاتشب بتاعتنا وملح وفلفل اسود، ونقلب. هننزل بقى الفراخ في الكاتشب وهقلبها، هتاخد بس دقيقه في كل ناحيه. الناحيه دي دقيقه، واقلبها تاخد دقيقه تانية، واطلعها واحط غيرها، وكده لحد ما نخلص الكميه اللي معانا كلها. طعم الفراخ بالطريقه دي لذيذ جدا، وطريقه سهله ما خدتش معانا وقت. هنطلع بقى كده ونحط الكميه التانية لحد ما نخلص اللي عندنا كله. شايفه بقى مستويه خالص ولونها جميل، الفراخ لونها حلو قوي، طعمها جميل قوي قوي. قدمت معاها بطاطس محمره كده، ممكن تقدمي بقى معاها حبه رز ابيض او حبه مكرونه بالصلصه كده، هتبقى حلوه قوي. وبألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي، وباي.